يعني حضرتك بتقولي العلاقه السامه ممكن تكون بين الام وابنها مثلا. طب طبعا ازاي بين يعني؟ الأم وولادها. يعني لما يكون الطفل علشان بيعمل حاجة غلط فهو خايف إنه يقول إنه عمل حاجة غلط فيكذب، فهو كده علاقته بأمه علاقة سامة. لما يكون الطفل بيشوف الأب بيقول كلام غلط أو بيكذب عليه علشان خايف من علاقة مامته وباباه تتوتر بسبب حاجة حصلت، فدي علاقة برضو سامة. طب قبل ما نروح بقى للعلاقه السامه بين الولد وابنها وامه مثلا، ازاي بقى احمي نفسي او احمي الاسره اني ما اوصلش للعلاقه السامه دي؟ إني أكون في علاقة فيها أمان، فيها أريحية، أكون مطمن، أكون حاسس إن أنا آه، مش خايف من أذى الشخص اللي قدامي، مش خايف من أذى الشخص اللي أنا معاه في العلاقة، مش خايف إن أنا ممكن أنام أصحى في تحول كبير في شخصية، في قرار، في يوم أنا مش عارف بكرة ممكن هو يكون تصرفه أو المقابل بتاعه معايا فيه إيه. هنا العلاقة بتكون فعلا سامة. لما بكون نايم وأنا مش مطمن للشخص اللي موجود معايا في نفس المكان، على فكرة حتى لو إخوات، حتى لو في الشغل في تنافس في الشغل، وده اه صحي تمام. طبيعي. جدا طبعا، وده صحي جدا، وبيكون الشغل هو اللي بيستفيد بيه بنسبة كبيرة جدا. بس احيانا بيكون في اضرار ما بين الاصحاب في الشغل، فبتحسي ان الشغل ده كل ما بتروحي كل يوم الصبح انك مأذيه نفسيا، مش مستريحه، مش عارفه تقدمي اللي جواكي، مش لاقيه نفسك فيه، برضو علاقه مؤذيه.